الزرافة في خطوتها العادية ممكن تاخد 2 متر 2 متر ونص 3 متر، ولو كانت بتجري مدى خطوتها ممكن يوصل ل 4 ونص 5 متر. خد بالك الزرافة ممكن تجري بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. الزرافة رغم ان هي تبدو كائن هادي ورقيق، لكن ورا الرقبة الطويلة دي في نظام اجتماعي وزواج معقد شوية. يعني لما زراف ذكر بيشوف انثى وبيبقى عايز يعرف هي مناسبة للزواج او لا، ما بيروحش يسأل عليها انا هعرف بنفسي، بيبدأ ان هو يشم البول بتاعها، ومن خلال البول ده بيعرف اذا كانت في فترة تبويض وجاهزة للحمل ولا لا. ولو لقاها جاهزه بيبدا فتره التودد، بيحاول يكون حواليها بشكل هادي، ممكن يحاول يلمس رقبتها برقبته، ده في حاله ان هو الذكر الوحيد وان مفيش ذكور حواليه. لكن لو باقي الرجاله موجودين وفي ذكور تانيين حواليه بتبدا معارك اسمها النيكينج. بيبدا الزراف يخبط بعضه براسه زي السيوف بالظبط، كأن اتنين بيبرزوا بعض. ومش محتاج اقول لك ان الزرافه الانثى بتبقى بتراقب وبتختار طبعا الاقوى واللي بيقدر يهزم الباقي. العادي ان الزرافه الانثى بتحمل في جنين واحد، وبتكون فتره الحمل تقريبا 15 شهر، يعني اكتر من حمل الانسان.